في نبذه كده مختصره عايزه حضرتك تقول لي ايه حاجه عن التعدد من الجهه القانونيه واسبابه. مبدئيا يعني انا عايز اقول ان موضوع التعدد ده في مصر، خاصة مصر يعني خلاف الدول العربية طبعا، مم. لأن كل دولة ليها نظام قانوني معين. ها في ها. بعض الدول بتجرم الزوجة الثانية من ناحية إذا كانت الزوجة نفسها أو من ناحية الزوج، يعني من ناحية إذا كان الزوج هيتزوج أو الزوجة مطلقة وهتتزوج أو عندها أولاد. انا اسمع في السعوديه عامه، يعني من ضمن البلاد، اه ان يعني الزوجه بتلبس عبايتها وبتلبس خمارها وبتنزل تخطب لجوزها. آه لما نزلوا مصر هنا لقوا ان الموضوع في مصر غير خالص. يعني يعني احنا على بنتكلم على بعض البلاد العربية ما أكثر انا شراسة، بتكلم مثلا يعني السعودية كويس إن الزوجة اه بتخطب، دي مم. حاجة كويسة يعني. ايوه ايوه. طبعا هنا في مصر ما ينفعش الزوجه تخطب، الزوجه هنا بتقتل على طول يعني. يعني في بلاد زي تونس وبلاد تونس والمغرب والجزائر اسمع ان تونس مشددين فيها جدا قوي. جدا، لدرجه ان يعني الزوج اللي يتزوج على زوجته بتوصل عقوبته الحبس. تمام. او الزوجه اللي تتزوج رجل معاه اولاد، وكانت في فنانه مشهوره من كام شهر او شهرين معاها نفس المشكله وتزوجت راجل اعمال مصري يعني، وكان في مشاكل. فانا بقول ان القانون في مصر لين شويه، في لين عن البلاد الاخرى يعني. طيب